استخدام حائط الكسور في جمع وطرح الكسور غير متحدة المقام. مسألة 2/3 ناقص 1/2، يعني تلتين ناقص نص. هنعمل الشكل ده شكل حائط الكسور. هنقسم ل6 أجزاء، لأن المقام المشترك بين 3 و2 هو مين؟ هو 6. قسم في النص ل6، يعني كل جزء منهم بسدس بالشكل ده. كل جزء بسدس. نشوف الكسر الأول 2/3، المقام بتاعه 3. هنقسم دول ل3 أجزاء، يبقى 6/3 فيها ال2، يعني كل 2 مع بعض. 2 وده 2، يبقى ده تلت وده تلت وده تلت. بعدين المقام التاني 2، هنقسم ل2، ال6 دول نقسمهم بالنص ال2، يبقى ده نص وده نص. بعدين نشوف المسألة، وال2/3 ناقص نص. 2/3 يعني تلتين، ادي تلت وتلت، يعني لغاية هنا. يبقى دول فيهم كام؟ 1 2 3 4، يبقى 4/6 ناقص النص ده كله فيه كام؟ 1 2 3، 3/6، يبقى بيساوي، خلاص كده نطلع عادي. 4 ناقص 3 بيساوي 1/6 أو سدس.